سؤال غريب شوية من أم الولد عنده 16 سنة، بتقول ابني بيحب يهزر معايا وكأننا صحاب، يعني يلمس إيدي، يحضني، يتكلم معايا من غير حدود أم وابن. أعمل إيه؟ أنا بصراحة من صيغة السؤال بتاع حضرتك كده مش شايفة المشكلة، بالعكس شايفاها حاجة حلوة جدا إن ابني عايز يهزر معايا، يعني بيحبني، يعني في حاجات مشتركة ما بينا، وكمان عايز يعبر لي عن حبه بإن هو يلمس إيدي ولا يحضني. دي حاجة جميلة جدا، يا رب ولادنا كلهم يبقوا كده. هنصح حضرتك كمان تقري كتاب اسمه لغات الحب الخمس للمراهقين. ده كتاب بيتكلم عن نظرية كده بتقول إن الناس بشكل عام ليهم 5 لغات في التعبير عن الحب، بستقبل وبرسل الحب بلغة معينة. لو طبقنا النظرية دي على ابن حضرتك يبقى هو طريقة تعبيره عن الحب بالتلامس. وأسوأ حاجة نقابل بيها الشخص اللي بيحب يعبر عن حبه للي قدامه باللمس ان انا اقول له ايه ده ايه ده ايه ده وايه التلزيق ده وابعد عني يا عم الجو مش ناقص حر والكلام ده. الحاجات دي بتقفله جدا وبتكبسه كده، فارجوكي ما تحسسيش ابنك بده. والنقطة التانية اللي حضرتك اتكلمتي فيها انه بيهزر معايا من غير حدود ام وابن، هنا هقول لك بس ملحوظة، لو هزاره ده بيخليه يشتمك مثلا، لا طبعا الهزار مش معناه انه يتعدى حدود الاحترام. لكن لو هو كده بس بيهزر هزار عادي ومجرد بس بيلمسك ولا بيحضنك وعايز يعمل كده على طول، انا في رايي دي حاجه حلوه جدا ودي طريقته في التعبير عن حبه ليكي. لو سمحتي ما تكبسيهوش، وانتي كمان طبطبي على ايديه لما يعمل حاجه كويسه، احضنيه من وقت للتاني، بس طبعا مش قدام صحابه، لان كده هو هيفهم ان حضرتك كمان بتحبيه. وربنا يحميه ويحببكم في بعض يا رب. سلام عليكم.